السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أخوكم رامي، وتعالى نتكلم شوية في الكورة. تعالى نتكلم في ماتش الأهلي النهاردة مع سيراميكا. بص، هو من بداية من التشكيلة كده، التشكيلة برضك مش مقنعة قوي. طاهر مش عارف هو مصمم على طاهر ليه، وبرضك مش عارف هو مصمم على شريف ليه. استنى حد يفهم النحاس إن ولا شريف ولا طاهر بقى فيهم منهم فايدة. يعني يحاول يعني يبدأ طيب بجراديشار، ويبدأ بحسين. جرب حسين بقاله كتير ما بينزلش وجعان كورة ونفسه يثبت نفسه. ابدأ بحسين. دي حاجة تاني. حاجة يعني التغييرات أنا مش فاهمها لغاية دلوقتي. يعني أنا هيجنني التغييرات بتاعت عماد النحاس. تريزيجيه يوم ما يبقى فايق يطلعه. يا عم الراجل، يا عم الحاج الراجل فايق، يا عم أنا حاج الراجل فايق، سيبه شوية. سيبه. أنت بتطلعه ليه وتنزل ديانج يعني؟ يا جماعة إحنا معانا صفقات ومعانا لعيبة. من إمتى وإحنا بنخاف من دقيقة 70 ولا من دقيقة 75 عشان تنزل تحافظ بالديانج؟ أنت هتجنني يا نحاس. من دقيقة 70 تنزل ديانج وتنزل استغفر الله العظيم يا رب. انت نسيتني اللعيبه اللي نزلت يا عم بحرقه الدم اللي احنا فيها. 1-0 بالعافيه وبتدافع وبتحافظ على الجون. جديده عليا وجديده على الملايين اللي مدفوعه في اللعيبه وعلى الصفقات الجديده دي. مش هي دي اللي منتظر من لعيبه الاهلي، ولا هبقى فرحان بنتيجه 1-0 والمكسب النهارده. عمري ما هبقى فرحان بنتيجه 1-0 ومكسب النهارده ده. اه الاداء احسن، بس التغييرات زفت. التشكيل وحش. النحاس بيفتكس. النحاس خايف. النحاس مش عارف هو بيعمل ايه. النحاس مش شايف الملعب بيقول ايه. اتفرج على الملعب الاول قبل ما تعمل تغييراتك يا كابتن. يا كابتن ما هيش اي حاجه بتتحط وخلاص. مش الاهلي اللي بينزل يدافع من دقيقه 70 وهو كسبان 1-0 قدام سيراميكا. انت مش بتلعب ريال مدريد. عيب. عيب يا نحاس، والله العظيم عيب يا كابتن. حد يفهم الكابتن امان النحاس ان ده فريق الاهلي. مش ده. مش ده اللي بيدافع. انت معاك لعيبه تهاجم، معاك لعيبه كواليتي. ما يدافعش من دقيقه 70 عمره هو كسبان 1-0 عشان يحافظ قدام سيراميكا يا كابتن. عيب. عيب والله بجد يعني. انا هتجنن. طب وغير كده يعني هو ياسين مرعي عمل لك ايه؟ برضك دي مش فاهمها، التغييره دي مش فاهمها. بدات بياسر ابراهيم واحنا عارفين ياسر ابراهيم روح ورجوله، ما حدش مختلف عليه. بس انت بتلعب بياسين مرعي. ياسين مرعي بيلعب على عدلته في الشمال. ابدا لي بيه بقى على الشمال. تنزل جنبه ياسر ابراهيم، تنزل جنبه بيكهام. بس تلعب لي واحد يمين واحد شمال، ما تلعبنيش الاتنين مش عدلتهم. ونفسي اعرف انت مقتنع بكوكا في ايه؟ ان كان كوكا ولا طاهر ولا شريف. يعني انت ايه سر الاقتناع؟ نفسي اعرفه هو ايه. انت شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ بيطلعوا نار من بقهم واحنا مش عارفين. يعني انت لو عايز تلعب حتى العيش لعبه يا عم ناحيه الشمال بدل كوكا، والله هيديك اكتر. على الاقل على عدلته، وبيعرف يدافع وبيعرف يطلع بالكوره. مش كده يا كابتن بالله عليك؟ يعني حرقه الدم دي يعني حرام بجد. حد يفهم الكابتن ان احنا مش كده. بالراحه علينا. مش هنلاقيها مره من اللعيبه ومره من التشكيله ومره من المدرب ومره من يعني حرام بقى كفايه كده. حرق الدم كل ماتش. انا مش فرحان بالمكسب النهارده خالص. انا كل اللي مبسوط منه هو بس الثلاث نقط النهارده، وروح اللعيبه اللي اتجددت والجماعيه اللي كانت معاهم. اما غير كده هو مفيش اي حاجه. في تغييرات زفت. في كابتن واقف بره مش شايف اصلا هو ايه اللي في الملعب. مش شايف اللعيبه بتقول ايه. مش شايف الملعب بيقول ايه. مش شايف ان طاهر وحش طول الماتش وبيرجع لورا ومش عارف يستلم ومش عارف يسدد ومش عارف يرفع ومش عارف يعمل اي حاجه طول الماتش. مش شايف شريف ان هو مش في مستواه، وهو الكرة هربانه منه. تريزيجيه اللي الكرة صلحته ومشيت معاه ومستواه حلو والروح عنده عاليه طلعه. طب انا مش فاهمك يا كابتن، انت بتعمل ايه؟ مش لازم تنزل ديانج على فكره. انت بتنزل ديانج دلوقتي ليه؟ هتحافظ على الجون؟ الجون ايه اللي هتحافظ عليه بقى؟ عيب. عيب. ده انت الاهلي يا كابتن. عيب. انا ولا فاهم تغييراتك ولا فاهمك بتفكر ازاي ولا فاهم اي حاجه. عمر كمال ايه اللي انت جايبه في الدقيقه 80 تنزله مكان بن شرقي؟ ايه التغيير ده؟ ايه التغيير ده؟ انا مش فاهم ايه الفكره الدفاعيه اللي حلت على دماغك مره واحده دي يا كابتن. بالله عليك ارحمونا، احنا تعبانين خلقه. احنا بنتفرج على الماتشات دي عشان نفك عن نفسنا. ما تحرقوش دمنا اكتر ما هو محروق. انت خايف قوي بزيادة من سيراميكا. بجد باين عليك قوي وشكلك وحش قوي. انت اللي شكلك وحش مش الفرقة اللي شكلها وحش. تغييراتك كلها دفاعية. تغييراتك وحشة. تغييراتك باينة ان انت خايف من علي ماهر.
تغييراتك بتقول ان انت مش واثق من نفسك ولا من لعيبتك. عيب يا كابتن، عيب بالله عليكوا، احترموا التيشيرت الاحمر بقى. عيب، ده انت عامل صفقات بملايين وبمليارات، عندك لعيبه كنا بنقول هتنزل تاكل الاخضر واليابس في الدوري السنه دي، تجيب جون وتنام عليه. يا راجل عيب، بالله عليكم ارحمونا بقى من الافتكاسات ومن الخوف. العبوا، العبوا بجد وبروح، العبوا عشان خاطر التيشيرت ده بقى، ارحمونا شويه من حرقه الدم بتاع كل ماتش دي. سلام.